السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بديل الاندومي في البيت بالمكرونة. بصوا، اندومي ده ولا مش اندومي؟ اندومي بأبسط طريقة وموفر وامان كمان عن بتاع بره. يلا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقة عملناها ازاي. بصوا بقى، انا هنا معايا طعمين، معايا طعم السجق ومعايا طعم الفراخ. البهارات الاساسيه بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ توم بودره، بصل بودره، بابريكا، فلفل اسمر، ملح، مكعب مرق دجاج لو مش حابه ما تحطهوش، وشطه. وبرده لو حابه ما تحطهاش، حابه تحطي حبه بسيطه بحطيها براحتكم. يبقى توم بودره، بصل بودره، بابريكا، فلفل اسمر وملح ومكعب مرق دجاج، والطعم اللي احنا حابينه معلقه شطه. ده طعم السجق وده طعم الفراخ، كل واحد على حسب ما هو ايه حابب. نوع المكرونه بقى اللي انت هتستخدميها حاولي على قد ما تقدري تكون المكرونه اللي هي رفيعه، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نوصل لاكبر شبه للاندومي بتاعنا. تمام. ومعانا تاني ايه؟ هيكون معانا زيت. ما هيكون معانا ايه تاني؟ زيت. هنشوف. هنسلق المكرونه، هنكسرها لنصين ونسلقها عادي زي اي مكرونه بتتسلق عادي خالص. وهنعمل ايه تاني؟ هنشوف مع بعض. هنا اهو بقى المكرونه هسلقها سليق كامل عادي خالص زي اي مكرونه. انا مش حاطه فيها اي حاجه، ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجه. انا اصلا في العادي بسلق المكرونه كده، ما بحطلهاش ولا ملح ولا زيت. بحط لها الزيت بعد ما تستوي واغسلها من الميه. كده بقى المكرونه دخلت معايا في السوا خلاص، هي كده قربت تستوي خلاص. فاضل لها بتاع 5 دقايق. هعمل فيهم ايه هنا بقى خلال ال5 دقايق دول؟ عندي هنا بقى طاسه فيها زيت، انزل عليها. انا هعمله المره دي ببهارات السجق، وهشوح البهارات معايا. بصوا طبعا هنا المكرونه انا مش هغسلها بنفس الميه بتاعتها كده، مش هغسلها. ودي البهارات بعد ما اتحمصت في الزيت وريحتها طلعت، هاجي بقى انزل بيها على المكرونه. بسم الله. بيها اقلبها بقى، هتاخد تقليبه كده حوالي ايه 3-4 دقايق وخلاص. على كده هطفي عليها. طبعا بقى اللي بيحبها بميه هيزود الميه، بس يظبط التوابل بتاعتها. ويا جماعه لازم تتاكل سخنه، ما ينفعش تبرد. لو بردت المكرونه طبعا النشا بتاع المكرونه عشان احنا مش غاسلينها ولا مصفين الميه بتاعتها هتجمد فيها ومش هتبقى حلوه، مش هتعجبكم. فلازم ان انت تاكليها سخنه كده. بصوا اندومي ده ولا مش اندومي؟ اندومي ده ولا مش اندومي؟ ادي بقى شكله بعد ما استوى اهو. لو عجبتكم بقى الطريقه، متنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.